بون اللي تم إشعارنا اليوم الصباح من طرف تم إشعار إقليم الحرس الوطني بقفصة على أساس كونه موجودة زوز جثث مفصولتي الرأس لامرأة وطفل. تحولت الوحدات على عين المكان، وكانت كذلك النيابة العمومية وقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة كانوا على عين المكان ليعاينوا الجريمة. تم تطويق جميع منافذ في بولاية قفصة، وين تمكنوا تقريبا الوحدات المشاركة على بعد 20 كيلومتر من ولاية قفصة بإلقاء القبض على المشتبه فيه اللي هو زوج الامرأة ووالد الطفل، اللي تم إلقاء القبض عليه، وتم تكليف فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بقفصة بالبحث. هذا هو زين نجم نقولوه باعتبار الموضوع مازال جديد توا. نعم. وما عدناش عليه أكثر معطيات. دونك مازال ما نعرفوش التفاصيل، إن شاء الله أكيد توافينا بها تباعا، ولا ننتظروا بيان وزارة الداخلية منسوب الجريمة اللي الحقيقة ارتفع بشكل كبير، ومنها الجرائم الإلكترونية.